السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال يا رب. النهاردة ان شاء الله مع بعض هنعمل الكشري المصري بطريقة حلوة. كان سبق لي ان انا عملته قبل كده على القناة. وحبيت انا برضك اجربه معاكم تاني. زي ما انتم شايفين كده حلوة قوي. وبالنسبة للاسعار اليومين دول هو مش الى حد ما مش مكلف قوي. ويلا بينا نشوف هنعمل الفيديو بتاعنا ازاي. ولو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا تحطوا اللايك. ماشي، يلا بينا نشوف احنا هنعمل الكشري بتاعنا ازاي النهارده. بحب. ودلوقتي بقى انا مقطعه كميه من البصل حلوه. مقطعه جوانح او جوليان كده. وتحط تنزلي عليها بمعلقه دقيق، معلقه دقيق واحده بس. تمام كده، تعفريها بيها بس. ويلا بينا نشوف هنحمره الاول. هنبدا عشان هنعمل الكشري طبعا، فهنبتدي بيه الاول. يلا بينا بقى نروح مع بعض على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. هننزل بقى بكميه حلوه من الزيت كده، عشان الزيت ده زي ما انتوا عارفين احنا هنحتاجه كده. وننزل بشويه ملح، مع ربع معلقه ملح بس. قلبه كويس خالص كده ونفككه من بعض، ونستنى اما الزيت بتاعنا يسخن قوي، ونروح نازلين بالبصل بتاعنا. وننزل بقى بالبصل كده. شايفين طبعا الزيت سخن جامد. سيبوا بقى لحد ما يتحمر وياخد اللون الحلو بتاعنا. بس ما تغمقيش البصل عشان ما يتحرقش منك، تخليه تديله الدرجه الحلوه اللي هي الصفرة دي الجولد. يتحمر بقى وارجع لكم تاني. وهنا بقى ننزل بكده بكميه حوالي كوبايه من الحمص، على حسب طبعا الكميه اللي هتعمليها. ماشي. ننزل في الحله التانيه بكوبايه من الايه، من العدس الاسود. ما تكتريش برضك، بس كده. نغسلهم بقى ونحط لهم ميه سخنه ونحطهم على النار. وهنا بقى حطينا الحمص اهو والعدس. طبعا انت مش هنقف جنب البصله لحد ما تتحمر، لا لازم نعمل اي حاجه عشان نخلص ننجز. هو سهل جدا يعني، مش هياخد معاك اي وقت. ايدك هتبقى في كل حاجه. هو بس هتحكمنا الصلصه وسليق المكرونه لحد بس ما ناخد ايه، نحمر الزيت البصل وناخد منه الزيت. هو ده اللي هيحكمنا بس. طبعا زي ما انتم شايفين اهو، انا طلعت البصل. شايفين قد ايه حلو قوي ومقرمش. هنسيبه بقى على جنب، نحطه في الطبق نسيبه على جنب. وطبعا حبايبي هنا انا شطفت الصينيه اللي انا عملت، الطاسه اللي انا عملت فيها البصل، وهعمل فيها الصلصه بتاعتنا. هناخد من الزيت بتاع البصل ده، بيدي نكهه حلوه قوي للصلصه. لو حابه تعمليها ببصله مفرومه ماشي، بصلايه صغيره كده مفرومه. ننزل بمعلقه من الثوم، ثوم مفروم طبعا، ومعاه كزبره وسنه من الملح بس كده. وهنا بقى حاطه الميه بتاعتي عشان اسلق المكرونه. ننزل بشويه من الزيت بردك بتاع البصل، وشويه من الملح. حبه حلوين كده محترمين من الملح. وننزل بالمكرونه بتاعتنا. ننزل بالمكرونه بتاعتنا.
ده نص كيلو مكرونه سباكيتي. تمام، نص كيلو مكرونه ونص كيلو من المكرونه اللي هي الايه الصغيره دي، على حسب بقى اللي انت حابه تعمليه. في انواع كتيره من المكرونه يعني، بس اللي هو معروف بيه اللي هو المكرونه السباكيتي والمكرونه الصغيره دي. وهنا بقى الحمص قرب يستوي كده زي ما انتم شايفين، والعدس خلاص، والمكرونه على النار. وبنعمل ايه التوم بتاعنا تصفر كده، وننزل بالصلصه بتاعتنا. دي طماطم معصوره فريش، مش جايبين صلصه معلبات ولا اي حاجه. صلصه صفيها اعصريها وصفيها كويس من القشر بتاعها. مش حابه تعصريها بردك براحتك، دي حاجه ترجع لك. شايفين اهي، ما فيهاش اي بذور ولا اي حاجه، اي قشور ولا اي حاجه. حلوه قوي، صفيها كويس. بسم الله، وننزل بيها على الايه على الثوم بتاعنا. وهنا حبايبي بقى الصلصه بتاعتنا غلت كده، انا نقلتها الناحيه التانية. ننزل بالبهارات بتاعتنا بقى، حبه من الملح، معلقه من الكمون، نص معلقه كده من الكمون عشان يبقى طعمها حلو قوي الكمون، وشويه من الكزبره. احنا حاطين في الثوم بتاعنا، بس هنحط تاني شويه من الكزبره بس كده. حابه بقى تحط لها شطه ماشي، مش حابه خلاص انت كده كده هتعملي شطه بس كده. هو ده البهارات بتاعتنا. هنيجي هنا بقى نعمل الدقه بتاعتنا. معلقه صغيره من الثوم كده، نص معلقه من الكزبره الناشفه، نص معلقه كمون، شويه من الخل، حوالي ربع كوبايه خل، وشويه من الملح. ناخد بقى الميه بتاعه الحمص دي نعمل بيها الدقه بتاعتنا. تمام كده، ناخد شويه كده منها وننزل بيها. طبعا الحمص انا لسه ما حطيتلوش اي ملح ولا اي حاجه لحد ما يستوي كويس جدا، ما ينفعش تحطي له ملح دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده الدقه اهي كده خلصناها. اركنها بقى على جنب. وخلصنا البصل، وخلصنا كمان العدس. شايفين العدس بتاعه اهو. هنشوحه بقى في شويه زيت وربع معلقه توم، وهوريكم بردك بيتعمل ازاي. الخطوه دي مهمه جدا، ان هو يتشوح في ربع معلقه توم وشويه زيت، عشان العدس معانا يفتح كده ويبقى زي بتاع المحلات بالظبط. احنا كده سلقناه وحطينا عليه نص معلقه ملح وصفيناه لحد ما اتصفى كويس جدا اهو، مفيهوش اي حاجه. وبعد كده هنبتدي نعمل ايه، شوحه بربع معلقه توم. هنا بقى ننزل بشويه من الزيت بتاع البصل، شويه حاجه بسيطه، وننزل بربع معلقه توم زي ما قلت لكم، حته صغيره خالص. تمام كده. تاخد بس تشويحه حاجه بسيطه، انا مش معليه النار عشان خاطر الحله دي ستانلس واخاف بس تتحرق مني. تاخد تشويحه، وانزل بقى بالعدس بتاعنا، وبرضك هبقى موطيه عليه النار لحد ما ايه ما يتشوح كده. شوفي اما تيجي تشوحي الرز بس كده. ده حبايبي بقى خدت لون اهي. هننزل بالعدس بتاعنا
وهنديله ربع معلقه كمون بردك. سيبيه حوالي 5 دقايق او 10 دقايق على النار وانت موطيه عليه وبتشوحيه. لازم يتشوح كويس جدا. تمام كده. هنديله بقى ربع معلقه كمون ويخلص، وابتدي ان انا انزل بيه في حاجه واسعه عشان يتهوى. اوعي تغطيه عشان ما يعجنش منك. بس كده. وهي الصلصه هنا خلاص خلصت زي ما انتم شايفين، والحمص خلاص، والمكرونه اتسلقت، والبصل اتعمل. ما ناقصليش كده الا غير الرز بس. تعالوا بقى يلا بينا نغرف الكشري ونشوف احنا هنقدمه ازاي. الطبق بتاعنا ده، وزي ما انتم شايفين مش خدش معانا وقت ولا اي حاجه. شغلي العيون بتاعتك كلها، عيون البوتاجاز، وانجزي واخلصي. يمكن هو اللي هياخد بس معاكي وقت ان انت تستني البصل لحد ما يتحمر. ولو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا تحطوا اللايك. مع الف سلامه. باي باي. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه. مع الف سلامه.